بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا حظ الدنيا ونعيم الاخره يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين قدامكم كده بقى صينيه البطاطس اللي بتطشطش على البوتاجاز دي. هي دلوقتي زي ما انتم شايفين كده ممكن تسويها زي ما انت عايزه، وممكن تديها اخر وش على الشوايه، تاخد معاكي وش بس. لكن عايزه اقول لكم ان زي ما انتم شايفين كده الصينيه اتعملت على البوتاجاز زي ما انتم شايفين، والرز طبعا عاملين معاكم قبل كده حبه وحبه. بنحمر شويه رز ونحط الباقي، سنه ملح، ونزود الميه بتاعتنا حسب المقدار اللي معاكي، ونغطي عليه ويستوي. وبعد كده اول ما يتشرب تهدي عليه خالص. البطاطس بقى يا ست الكل عملتها ازاي؟ جبت الفراخ حطيتها في حته سمنه تتشوح، وبعد كده نزلت بالبصلايه برضو تتشوح معاها البصل مع حته السمنه مع الفراخ. خدت تشويحه يمين وشمال، وكنت ضاربه طبعا في الخلاط طماطمايه ليمونايه فريش، البهارات بتاعتك البصلايه ده اللي انا ضربته في الخلاط، الصوص بتاعه. وزي عايزه اقول لك ان انا قطعت بطاطسين اتنين بس. وبعد ما الفراخ بالبصلايه خدت تشويحه احمرت كده شويه، رحت نازله بالبطاطس بتاعتي برضو خدت تشويحه معاهم مع شويه بهارات. وبعد كده نزلت بالطماطم بتاعتي، خدت غلوتين ثلاثه على النار، كنت مغطيه عليها طبعا. وبعد كده رحت فاتحه عليها الغطا. زي ما انتم شايفين احلى بطاطس اهي، واستوى على السريع وعلى البوتاجاز، وما شاء الله لا زفره ولا حاجه. دخلها ست الكل في الفرن، وخدي احلى نتيجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.